السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكل الدعم، اللايك والديسلايك. وحشتوني 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 وحشتوني. النهارده بقى نتكلموا حاجة في الشخصية المصرية. طبعا بقى تقول لي ما تتكلم على الطيارة والولا الإيطالي. لا أوكتوس اتدعت لما اتزقت. تمام؟ النهارده إيه؟ نتكلموا على الشخصية المصرية ونتكلموا على الفضول والفتي. الاتنين كائن موجود في الشخصية المصرية. بني ادم بيرضع من امه من البز اليمين والبز الشمال وفي النص الفضول. تبدا في كل اسره مصريه انت كأم لازم تساعد ابنك ينمي الافكار وينمي قدراته وينمي المواهب بتاعته. كلام تخين بتاع 80 كيلو. العيل يعني بيبقى لسه طالع كده نشء في الدنيا، جرجر بذره محطوطه، تلاقيها مره واحده تاخده تسحبه بجره. بص ابن خالتك نضيف ازاي، بص ابن خالتك شاطر ازاي، بص ابن خالتك حلو ازاي. صدقيني انت اللي زرعتي اول بذره الفضول. فالولا عيني طب اعمل ايه؟ وانت وجهتيه بص بس، ولا تعالى يا حبيبي هذاكر لك عشان تبقى شاطر زيه ويبقى في منافسه. لا 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 لا، بص انت وجهتيه، تنح ركز مع الولا، اديله عين اعمل اللي جابته. فيعني الولا ايه اول زرعته اللي هو ابص على مين؟ ابص. طب انا لو بصيت، ما هو فعلا بعد ما الطفل يبص ايه الاكتساب؟ بقى شبه يعني الولا لو ربنا خلقه شعر اصفر وبص له هيصفر زيه؟ مش هينفع. فانت يا عيني بعجزك وبجهلك وبقله حيلتك، وطبعا هتقولي ما الراجل مش معايا مساعدني. ما هو بقى راجل يعني مفروغ، بس فعلا الراجل عليه جزء. ده هنجيله الجزء التاني ده في الفيلم هيبقى جامد قوي. المهم انت بتعلمي ابنك العجز وبتعلميه حاجه واحده، صباعك يا ابني، عشان مش كل مره. لما صدقت قررت ان انا اعمل فيديو. تمام؟ يعني الولد بدا من اول نشأته يبص، فيقعد معاك انت وابوه فيلاقيكي بردك قاعده بتعلمي الراجل البص برضه. شفت اختي جابت مش عارف عربيه ايه بتاعت غساله الاطباق دي، وجابت بتاع في الاوتوماتيك. لا ده انت عايشه بقى تبص لغيرك بقى، ينعل ابو الفضول اللي عندك. والله. فيخش الولد المدرسه كده وهيتزرعت في البيت بقى، تتسقسق منين في الدراسه؟ تلاقي المدرس بكل فشخره سقفوا لسامح. بصوا سامح شاطر ازاي؟ نفس الشخص، نفس الفكره، هي جوه المجتمع. ما تقدرش كده. الانسان المصري فين سبايدر مان لما قطع البتاع الاسود على جسمه؟ لا لا لا، هي جوه المجتمع. تقول لي بقى مدرس متعلم المفروض انه بينشأ نشء يطلع بيه يرفع المجتمع. لا 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 لا، الكلام ده كله على القهوه مع اول حجرين بيضيع. المهم يا معلم، انت صبعك ما ايوه والنبي الناحيه الثانيه. انا حاسس ان انت الصوت اتكتب ماشي. المهم يا معلم انت تخش ايه؟ دخلنا المدرسه. المدرسه يوجهك ازاي تبص للي معاك في الفصل. طب هو يعني الولد اكيد عنده ظروف اجتماعيه كويسه، بيقعد يذاكر، بيقعد امه مساعداه، اخوه بيساعده الكبير وامه بتساعده. في عوامل اجتماعيه احنا ناسيينها. يعني دايما انا بشوفها كده، في عوامل اجتماعيه احنا مطلعينها من الدماغ. ان انت تبقي في ظهر ابنك تساعديه، ترفعي من شأنه، الاب يجي يساعده. لا، انت الحاجه الوحيده اللي بتقولي للاب بص عليها، بص ابنك جايب كحكه ازاي، اضربه بقى، اضربه. الفترة دي كلها انت ما ساعدتيش ابنك بقرش غير بتهدي معنوياته. شايفك قاعدة تبص لغيرك وتندمي حظك. شفت دي فلانة جابت حتتين دهب، بندقي عصبالي زنبوري خالص يا خراشي. مفيش احلى من كده. تقعدي تعيشي دور ان انت الضحية، مع ان ده اختيارك والجوازة دي اختيارك. بس يعني انت بتطلعي لنا بني ادم مريض مشتت طالع ميتين وبس هنكمل معاه. يعني الولد يخش بقى ايه؟ الاعداديه. احنا خلاص بقى المدرس ثبت له فكره ان انت لازم تبص لغيرك. تمام؟ فتطلع الاعداديه الموضوع بيكبر. بيبدا النشء ده يبص، لا صحابه بيشربوا سجاير، لا مش عارف بيعملوا ايه، لا ده راح الجيم، ده جاب بنطلون، ده انت علمت ابنك انه يبص لكل نعمه في ايد غيره ويلعن حظه عليها. فانت عايزه منه ايه؟ ويبدا يتطور الموضوع وهيبدا يدبدب لك كمان ويقول لك انت ما بتشوفيش صحابي، مش انت علمتيني الباص؟ تعالي اوريكي بقى اصحابي اللي معاه عربيه واللي معاه لابس ذهب واللي
لابس احدث موديل، ما انضف موبايل، ما انت اللي علمتيه. بص فشخره بقى انت بقى باللي انت فيه بقى ده، بيتزرع بقى من كتر ما انت زرعتي. بص بص بقى بتتكون في جوه الانسان المصري عند البز الشمال. فين الدلدله اللي عندي دي عيال تحت الباط هنا؟ حاجه اسمها الفضول، حاجه متداكه. يعني مثلا ايه والله العظيم ثلاثه، انا يعني بحب اعمل فقرات في الميكروباصات والاتوبيسات، فبقعد في امان الله فتليفوني يرن، فتلاقي اللي جنبي على طول عامل كده، فانا ارد مثلا صاحبي او ابني اعمله ازاي، هو اللي جنبي انت يلا هتتصل بيه على تليفوني؟ تمام. الولد دي اللي هو ايه ده بجد صح. تمام. ومثلا ايه يبقى ابويا، فاعمل له الحاج ابويا عايز تكلمه حاج ولا ايه؟ تمام. مثلا مره قاعده جنبي قال لك جماعه ايه اخبارك معايا في الجماعه كذا تكلميها تشوفي الطبخه ايه النهارده، فتقول ايه يا استاذ؟ لا يا استاذ، ما انت بتبصي ليه؟ ما تليفونك رنه. ايوه يا حبيبتي رنه تليفوني، مش تليفون ميدان عام، هو ميدان عام هو تليفون انا مش تليفونك انت. انت مركزه في الميكروباص اللي يرنك لو تلاقيهم كذا واللي وراك ليه عمل كده؟ ليه يا عم انت يعني ايه الفضول ده؟ انت اكيد امك كانت قصيره عشان كل شويه تعمل كده بتطور رقبتك. ونرجع بس للعيل ده سمه سامح او سامح هنا. عمك سامح ده بقى يخش الكليه، يخش بقى ايه؟ الكليه ده بقى ايه؟ منبع ان انت تتحول من بص لقول. مرحله بنت متناكه، مرحله عظيمه. تمام. يعني انا واحد بعت لي بيقول لي هو انت ليه بتلعب في الخاتم؟ هو ده الفضول ده. ده يا عم بقى هو اهو بيغيظك الخاتم، اهو الخاتم اهو الدبله اهي اهي. بقول لك ايه طيب؟ تمام. المهم خش بقى من مرحله بص يا معلم، مرحله الفضول بقى. مرحله بص، مرحله قول. الشاب لما بيقفل ال20 يعني بقى مع العقد اللي شافها في البيت والمجتمع اللي هو عنده احساس بالنقص ده، دايما بيتجه اتجاه صغير انه عايز بقى يوري العالم انه صاحب معرفه، صاحب ثقافه، صاحب معلومات. وأجرك الله من ده بقى. يا جماعه المثقف في مجتمعنا هو البني ادم المتمكن من مهنته او الشيء اللي هو حبه. ده مفهوم الثقافه عندي. يعني لما اتكلم يقول لي ايه نجيب محفوظ ده مثقف، ايوه هو متمكن من الادب، من الروايه، متمكن في مجاله. الثقافة ان انت تبقى ناجح جوه مجالك. احنا بقى فهمنا الثقافة في حتة تانية خالص. الثقافة ان انت كل حاجة في اي حاجة. يعني نطلع بقى نخش الكلية مع الواد ده، تيجي تتكلم في اي موضوع تلاقي بطل العالم 7 مرات، ولا الشحات مبروك، ولا عطيه شعلان، ولا احمد ورداني، ولا الناس دي. تتكلم مثلا في الرياضة، يا نهار اسود حسام حسن قاعد جنبك. لا هو المفروض كان حط اللعيب الفلاني، وهنا كان فرق 5 ياردة طب انت ايه اخبارك يا معلم؟ تعال روح الجيم. لا يا عم انا تعبان. جيم ايه ناقص هده؟ امال انت من قيمه شويه كنت عامل لي فيها مدحت شلبي ولامم التحليل كله ولاممنا وعامل فيها كبير القعده، يعني عامل فيها كبير الجعفره يعني. ايه يا اسطى؟ تطلع من مرحله الكليه دي مثلا تتكلم في الهدوم يقول لك لا الجنس ده صيني. مش عارفه عينه ضيقه، بنطلون عينه ضيقه. لا انا بقول لك ده يا عم استنى بس استنى. انت ليه عايز تقنعني ان انا حمار شبهك؟ ممكن يكون تركي، ممكن يكون مصري. تمام. بنت تبقى ماشيه، البنت دي شمال، لا بس هي جايه يمين يعني، لا شمال. بص نظرتها دي شمال. ايه فن ان انت بتفهم في كل حاجه دي؟ تبقى ماشي مع حد مثلا يعمل لك المره دي هتقع، استغفر الله العظيم يا رب مش هعرفك. ايه مره واحده كده الكاب الاصفر وبنته وتحولت بقدره قادر، يعني قدره قادر المهندس معماري من نظره لو عملت لها تحليل. برضك تبقى قاعد في الشغل فمثلا ايه واحد شبهي، يعني ساعات بطني بتوجعني من الميه الزباله اللي انا بشربها بتاعت الحكومه دي. ممكن اعمل كده؟ يا نهار اسود ليه تعمل كده؟ ليه حوده يحط ايده على بطنه؟ يتحول المكتب اللي انت فيه او الناس اللي انت قاعد معاها فيه لكونسولته مستشفى مبره العصافره.
او عشان تعرفوها كان اسمه معمل البرج. انت قاعد جوه معمل البرج، اللي عمل لك تحاليل، اللي عمل لك سونار، اللي شاف، اللي خاف يقول لك النتيجه عشان ما تتصدمش وتتكسر نفسيتك. هدى انت ماسك بطنك؟ لا يا ريس، انا بشوف المكوه لسه موجوده ولا لا. انا مش ماسك بطني، انا ماسك تيز يا ريس. اصل انا تيزي في بطني، انا بشخ. اصل كده احنا عيله بنشخ من حته اللحمه دي يا ريس. على فكره انت عندك القولون تعبان. السونار قال لك كده يا ريس؟ ده القولون، دي المعده يا اسطى. تمام، ويتحول كل واحد بدواء. طبعا العالم الجيولوجي اللي على يمينك غير عالم الذره تكنيكيا، غير فنان العظام اللي في اخر الطرقه، غير ان يخش عليك عم محمد بتاع الشاي ده بقى، بتاع الوصفات بقى، وهيدبسك في حجر هعمل لك ازاي. لا دي وصفه اهل زمان. ايه وصفه اهل زمان دي؟ ايه المحرم ان انا اقول لا مش هاخدها؟ ايه المحرم؟ تمام. فيتحول عندنا الفتي يا جماعه. الفتي عندنا ما هو انت زرعت فاحصد. تمام. وعندنا الفتي ابن متناكه بقى. يعني احنا عندنا كان عندنا مره الفتي في كل حاجه. يعني مثلا كانت عندنا بنت فتانه قوي قوي، وعامله نفسها بتفهم في كل حاجه وهي حماره. كانت عندنا صاحبتنا دي يعني مؤدبه زياده عن اللزوم، او هي المفروض ان اي بنت تبقى مؤدبه. فدي تيجي مثلا يوم 16، عمري ما انساه ده. يا جماعه ايه يا حبيبه قلبي، ما تكلموش سمر دلوقتي. ليه يا حبيبتي؟ مالها سمر؟ مريضه؟ لا لا بلاش. ليه بس؟ يعني فهميني، طب وضحي لي الموقف يعني. اصل سمر عليها عذر. ايوه يعني ايه عذرها؟ انا بتغابى. يعني انا دايما في الكليه كنت بحب اتغابى. ليه؟ بالنسبه لك عالم بتستكشفه، فانت بكل طلق عليها الدوره يعني محمود. بس بقى بس اوعى تقول لي انا قلت لك. الشباب كلها والدفعه كلها تعرف ان سمر عليها الدوره من يوم 16 ليوم 21 وبالطب يومين. فاحنا كده الاسبوع ده نبعد عن سمر. فطبعا التكنيك بتاع حوده بقى في وسط دفعته اللي هو السؤال الغبي، هو انت بتقولي لنا ليه واحنا حنكها؟ ما زميلتنا ومرميه في المدرج. بس لا، احنا عندنا الفتي. انت لما عندك اي معلومه انت عايز تستعرف بيها. انا اهو اهي سمر، فسمر يعني ايه سابت الدفعه كلها جايه يا صباح الخير يا محمود، انت لسه تعبانه من الدوره؟ بس قالت لي قله الادب دي يا محمود. لا، ما هي اللي قالت ان انت يوم 16 بتجيلك الدوره. سنتين بيبوسوا ايديها تصالحني وما صالحتنيش لغايه دلوقتي. يا سمر لو سامعاني والنبي ما تزعلي مني. تمام. نرجع للفتي. الفتي في البلد دي جايه بعد 30 سنه تصالحها يا حود. ماشي. الفتي في بلدنا مثلا ايه؟ تيجي ليله الدخله، يا نهار اسود ومنيل ب 60 نيله يابا. ليله سودا دي على العريس والعروسه. والله تلاقيه مثلا ايه؟ صاحبك جه، خد البرشامه دي وادعي لي. ما انا ممكن ادعي لك من غير ما اخد حاجه. تمام. تاني يوم يتصل بقى، عملت ايه؟ صورت لك فيديو وتعالى قيم الموضوع يا بيه، شوف ادائي وادائها. عملت مال امك عملت ايه؟ ليه بقى؟ عشان لما يقابل صحابه التاني يقول له ده انا اديته البرشامه وعمل 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 وعمل. فن الفتي اللي هو ايه؟ بالبرهان. انتوا فاهمين؟ ان انت تفتي بالبرهان. تمام؟ والنبي صباعك ده، انا صباعك الشمال ده هقرمه وهخليه عقلتين الا ربع مش 3. تمام؟ مثلا البنت تيجي الصبح صاحبتها ايه؟ عمل ايه؟ عمل رز وارانب وقعد اكلني بالليل. ما رضاش يفرقعني. قال لك لا عيب، دي حاجات حياء، دي حاجات داخليه بيني وبين جوزي، عيب اسيح. الفتي عندنا يا جماعه ان هو تقعد توصف لحد قبل ليله الدخله هو هيعمل ايه. يا عم سيبه، دي غريزه. لا 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 لا، ولازم توريها ولازم. يا عم انت مال امك، انت ليك فيه ايه؟ مفيش. تبدا يعني انت كل ما تمشي في حته فتي. يعني مثلا تبقى قاعد بتتكلم مثلا ايه؟ الكمبيوتر عايز صيانه، فواحد بيكلمني فتلاقي واحد دخل في الكلام ورب العالمين ولا يعرفني ولا يعرف صاحبي. ليه دخل؟ لا لا لا، ده عايز ويندوز.
فانا انتوا فاهمين. يا الباشمهندس ده بيفهم. يا باشمهندس يعني ايه ويندوز لا مؤاخذه؟ يعني ايه ويندوز؟ ازاي بقى الويندوز ده؟ يقول لي البرنامج اللي هو بيشغله اللي هو لا مؤاخذه الاسود ولا اللي فيه صور. واحنا لما بنفتح الكمبيوتر بتبقى فيه حاجات سودة كده وكتابه بيضاء عقبال ما بتتلون. لا 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 لا، ده الدوث. يقول له الدوث. 4 سنين كليه انا عشان انت تيجي تقول لي الويندوز الاسود والابيض وانت راكب على كلامي. فتش. احنا عندنا عصارة الفتش. احنا من جوانا شخصيتين. بني ادم عنده الفضول انه يبص على نعم غيره ما يحمدش ربنا على نعمه. يعني انت ليه ما بتوجهش النشء بتاعك او الطفل بتاعك اللي هو ايه؟ بص فلان حافظ كام جزء، يلا احضرك وهياك واديك مركز تحفظ فيه القرآن. ليه؟ او بص زمايلك في الكنيسة بيتعبدوا ازاي، يلا التزم زيهم. لا، انت بتعلمه انه يبص لغيره فالفضول يكبر معاه، فيتعلم انه يكره المجتمع، فيتعلم انه ما يبص لغيره وما يحمدش ربنا على نعمته، فيحس انه عنده نقص في كل نعم ربنا مع ان ربنا اداله كل حاجه. انما لا. وقابل بقى يعني لما يبقى شاب ونشء قابل بقى شخصيه بتتقلب 180 درجه، وهيفضل طول عمره عايش باحساس النقص اللي عنده، لازم يعوضه باحساس نقص ألعن من كده مفيش. انت من جواك كده عندك احساس انه البني ادم ده يعني يخنق. ليه؟ انه فصلك. يقعد يفتي 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 يا راجل، بيتكلموا في حاجات ما لهمش، بيفتوا في حاجات ما لهمش فيها. ولما مثلا يحدث يعني انفجار ولا حاجه، القهوه بتتحول خريجين معهد عسكريه وخريجين 6 اكتوبر دفعات، خلاص كله بيتكلم. لا اصل هنا كان المفروض يامن، هنا كان المفروض يفجر، هنا كان المفروض يعمل، هنا وكله بقى بصوت عالي اللي هو ايه، يلا بقى اختلطوا معايا. انا قاعد بقى كوبايه اليانسون مره واحده واحد اتجن ولا ايه رايك؟ قلت له ده قال لي عرفت عشان تكلمني؟ حاسس لي يعني هو اتكسف، بس هعمل لك ايه؟ ما انا سامعك عمال تقول هري، هتدول انا؟ ده انا جاني العيال على النت، انت تحول انا؟ احي قال لي اتحرج وقطم وقفل على كده. فيا صاحبي راح عامل ازاي يا جدع انت كسفت؟ قلت له هياكل دماغنا هياكل دماغنا بلاش. فصاحبي زملكاوي زيي والتاني اهلاوي كلب ولف، انا اسف طبعا للاهلاويه، كلب ولف صح حمار وعامل نفسه فيها صالح سليم الله يرحمه ويسامحه. فالتاني صاحبي قتله سكه كلام وبتاع وفتح معاه، وهوبا انا بقى ايه؟ بقول له انت اهلاوي؟ قال لي قلت له زملكاوي. يا نهار اسود، كنا هنقتل الراجل ده انا والولد. وانتوا مش عارف ايه، انتوا البوابين واحنا مش عارف ايه، انتوا الملاليم وتحول من نقاش وكلام وكان حاجه فيها يعني فضول وفتي. العركه متنكه، كنت هفتح دماغ الولد ده، يعني الراجل ده كنت هفتح له دماغه. ليه؟ كل واحد عنده النقص، يعني الفضول والفتي عنده عالي، عنده احساس نقص قوي جدا، فبقى عايز يعوضه بالصوت العالي، عايز يعوضه. لا انت تامن بكلامي، لا ما امنش بكلامك، عندي عقل. انت متخصص في ايه؟ انت ناجح في ايه؟ انت فاهم ايه؟ انت تعليمك ايه؟ في كده بتبقى يعني خطوتين 3 بتطلعهم مع اللي بتتناقش معاه تفهم هو عايز يوصل معاك لفين. انما انت لا معاه. يا نهار اسود، يا خرابي، احي ازاي ما تفتيش؟ تبقى قاعد فاهم يقول لك على فكره هنري كلينتون دي لو مسكت احنا هنشوف ايام سودا. يا هنري كلينتون دي هتمسك الحي عندنا، ما تمسك ولا تقلع احنا مالنا. على فكره البت مونيكا دي جامده قوي، دي هي دي اللي خدت كلينتون منها. على فكره العالم كله عارف الموضوع ده، يعني انت ما حطيتليش معلومه ولا اضفت لي اضافه. قاعدين نفتي 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 نفتي. ده جاي منين؟ من البيت زرع جوه العيال الصغير احساس النقص الكبير، خلاه يبص لغيره بدل ما يبص لنفسه ويبص لامكانياته ويبدا يطور منها. انتوا دايما عندكم مشكله معايا. حوده انت ازاي بتتكلم مع ابنك كده؟ ازاي؟ زي افتكرت من ضمن النمر
من ضمن الفات يعني. واحد في القهوه من يوم الجمعه قاعد بيتكلم فكل كلامه كده. فانا ايه ما يعني انا بتعب من الناس اللي زي دي اللي هو بيقلد محمد رمضان. يعني محمد رمضان حول الانحراف البلطجه والسيف والسكينه والعراك والفن لثلاث حاجات. يعني انا بشكر الفنان محمد رمضان يعني حول لنا الانحراف لثلاث حاجات: هريسه متقطعه، كل ما يتكلم كده هريسه متقطعه، تمام، وفن زجل اللي هو احنا رجاله مش عارف ايه نسوان احنا من باب رجاله، والكلام اللي هو على وزن وقافيه واحده ده. وقفلها تمام ان البني ادم الرفيع منحرف، البني ادم التخين غلبان، ودي يعني يشكر منه. تمام، ان كان زمان كان مفهوم الانسان التخين هو اللي واكل البلد، الحمد لله. تمام. فقعد في القهوه وقعد بيتكلم كده وبتاع، فانا قاعد اعمل كده وصاحبي ايه بيشكني عليه بقى اللي هو ايه زاوله شويه، فبس يا ابني بس يا ابني. فهو بيعمل كده، ماسك ايده فقال لي يابا فارس فين؟ ده بالحته المقرمشه بس هي قبل ما تطلع وبوظتها لي كده بالحرف. قال لي حته انتوا مش برضك بتقطع هريسه؟ هريسه ابو فرق. انت مش بتقطع هريسه عمال تكلمنا كده وعمال تدينا قطع صغيره، بس انا عامل دايت انا، بس القرموش اللي بيبقى في الصينيه من فوق ده انا بموت فيه. طبعا القهوه كلها فصلت ضحك عليه. ليه كده يا ابو فرق؟ طبعا اصل انت بتتكلم ايه دي؟ ايه السلم والتعبان اللي انت عايشه علينا ده؟ قاعد بيتكلم في المخابرات، وانا اصل عندي قريبي في المخابرات بس انا ما بحبش اقول عليه عشان الناس ما تعرفش. يا راجل ده انت فاضل حبه وتحكي لنا شغال فين شغال ايه ده؟ انت تدينا نمرته. احنا عندنا الفتي عالي قوي، عندنا الفضول بنزرعه في عيالنا جامد قوي. السؤال اللي لازم يتحط له كده علامه استفهام عشان نقف عنده: احنا استفدنا ايه؟ ودايما هتلاقي رابط الجهل الحسني رماه فينا في 30 سنه، تلاقي الفضول على الفتي على الناس المبدعه تبدع بره. دي مشكله انه بره بيديك المجال بتاعك ده بس وتعيش فيه، ده مجالك. احمد بقى زويل الناس اللي نجحت دي كلها نجحت عشان التخصص. مفيش بني ادم لامم الدنيا بين ايديه غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ارجوكم لكل ام بالله عليكي وكل اب، انت لازم تحط ايدك في ايد مراتك عشان تطلع النشء ده يعني شبه سوي. انا مش طالب منك الكمال لله وحده، شبه سوي. ارجوك فكر دقيقه واحده. انت اللي بتعمله بتقوله بص هنا وبص هنا وبتاع، واحساس ان الولد بيحس ان انت جاهل وضعيف، وان مراتك قدامه يعني امه دي دايما قدامه بتوريه ان ابوك ده حمار مسحوب عشان يبص على غيره. تمام؟ لا خليك ايجابي شويه. الدنيا شقه وشغل وطالع عينك و12 ساعه، انت مخلف عشان الخلفه دي متعه. فنظام ان انت مليت من المتعه دي، طلق مراتك وخلصنا. صريح انا كده؟ حياه متاع، فمن ضمن المتعه الخلفه. متعه قويه، ربنا يدوم على كل واحد، وربنا يدوم علينا، وربنا يدي كل محتاج، وربنا ما يحرم حد. تمام؟ بالعقل وبالدين لازم يبقى ليك دور ايجابي اكتر من كده. الدنيا كلها مش على دماغك. حواء ضعيفه، انت اللي قوي. قوي بشخصيتك، قوي بعقلك، قوي بعلمك، قوي بإفادتك. يا اخي اتعلم مع ابنك، اطلع معاه. يا رب يكون الفيديو حلو، يا رب الليله تعدي على خير. شكرا لكل الدعم، لايك والديسلايك. I love you so much. من ضمن الفتي. تمام؟ انا ما خسيتش، انا بعمل رجيم. ايه في